هنكمل حكاية أنيسة ونعرف إزاي ماتت. زي ما قلت لكم إن عبد الرازق كان بيحاول يبعد أنيسة عن عديلة وعن محمد خفاجة. أما ريا بقى فكان نفسها تسحب أنيسة للطريق بتاعها، لكن محمد خفاجة كان فاهمها، كان عارف ألاعيب ريا، فكان دايما حريص إن أنيسة تفضل تحت عينه. محمد خفاجة كان عنده مبدأ إن الست اللي معاه تبقى تحت حمايته، علشان كده كان شايف إن حماية عديلة وأنيسة من واجبه. من ضمن خطط ريا مثلا كانت بتقول لأنيسة، بتحاول تلعب بدماغها يعني، وبتقول لها ليه انتي ما تصاحبيش محمد خفاجة؟ الراجل تقيل وجيبه مليان وانتي تستاهلي، وخصوصا ان انتي اجمل من عديلة. لكن أنيسة ما كانش فيها الطبع ده، ما وافقتش انها تخون عديلة. في الوقت ده حصلت مشكلة بين سكينة وبين ام احمد النص. وبمناسبة ان انتوا بتسألوا على ام احمد النص يا ترى كانت عارفة؟ طبعا كانت عارفة. وقت موت خضرة الليمي اول ضحية ليهم، ام احمد النص شافت هدوم خضرة في ايد سكينة. ام احمد النص شدت الهدوم من ايد سكينة واخدتها، وده معناه انها كانت عارفة وساكتة وعاملة نفسها هبلة. في نفس الوقت ده برضو المحششة اللي بتديرها ريا وسكينة اتعرضت لتفتيش من البوليس، واتقبض على محمود الزكاك. محمود الزكاك تبقى خالته ام احمد النص. وبعد ما اتقبض عليه وخرج بغرامة ساب الشغلانة دي ورجع اشتغل مع والدته في دكان جزارة. في الوقت ده جه شهر رمضان، ومعظم الناس اللي بتمارس الخطيئة بيوقفوا في شهر رمضان علشان يصوموا ويعبدوا ربنا. وكان مرضها سبب إنها تقعد في البيت، لأن الدكتور قال لها إن الحركة غلط عليها، والدكتور طلب منها إنها تعمل عملية، لكن هي أجلتها لبعد شهر رمضان ما ينتهي. ريا بقى راحت تزور أنيسة وعديلة وطلبت منهم إن هم يجوا معاها. عديلة كانت تعبانة فقالت لها لأ، اعتذري لمحمد خفاجة. ريا قالت لها مش ممكن، محمد خفاجة مأكد عليا مرجعش إلا بيكي. وخدت ريا أنيسة وعديلة، بس ودتهم بيت تاني غير اللي متعودين إنهم يقعدوا فيه، فهم حسوا إن هم خايفين شوية. قالت لهم ما تخافوش، ده بيتنا وده بيتنا. في الوقت ده دخل محمد خفاجة ودخلت وراه أم أحمد. أم أحمد تبقى صاحبة البيت اللي هم قاعدين فيه دلوقتي. أم أحمد طبعا كانت بتستغل الموقف وكانت بتأجر لهم البيت إيجار غالي، كانوا كل مرة الأربعة بيقعدوا مع بعض. لكن في المرة دي عبد الرازق ما عادش معاهم، فاضطرت ريا إنها تسحب أنيسة من وسطهم علشان تقعد مع عبد الرازق، لأن عبد الرازق كان متخانق مع محمد خفاجة. ريا كانت دايما تزن على أنيسة وتقول لها ليه ما تقابليش عبد الرازق لوحدكم؟ ليه ما تقابليهوش بعيد عن عديلة ومحمد خفاجة؟ مش لازم كل مرة عديلة ومحمد خفاجة يبقوا معاكي. ومن كتر زن ريا على أنيسة، أنيسة سمعت كلامها وقابلت عبد الرازق في فندق جواني وقضت معاه ليلة. لكن للأسف ندمت جدا على اللي حصل ده. ليه بقى؟ لأن عبد الرازق خد فلوسها وخد الحلق بتاعها، وكمان ما وصلهاش، ده سابها تروح لوحدها. وكانت في الوقت ده بنتها هانم معاها وسايباها نايمة في ركن، وأنيسة كانت متضايقة جدا من اللي حصل، وحكت ده لعديلة وهي بتعيط، وقالت لها أنا لا يمكن هشوف عبد الرازق ده تاني، وريا دي أنا بكرهها. ولما عديلة سألتها عن السبب فحكت لها كل حاجة، وقالت لها حتى في الليلة دي ما سابليش بس غير أجرة الحنطور اللي وصلني البيت أنا وهانم. أنيسة كانت غلبانة وضعيفة مش زي عديلة. عديلة لما سمعت الكلام ده قامت لابسة الملاية بتاعتها وراحت خدت أنيسة وراحت لريا وزعقت لها وقالت لها ازاي عبد الرازق يعمل معاها كده. وريا طبعا استقبلت كلامها بكل برود وقالت لها يخيبه وينيله، هو دايما كده. وعديلة قالت لها ولما انت عارفة ان هو كده ليه خليتينا من الاول نعرفه وما قلتيش من الاول ليه؟ وعديلة صممت انها تكبر الموضوع وانها مش هتسكت. ولما ريا لقت كده مثلت يعني انها هي كمان خايفة على أنيسة وانها متضايقة، وقالت لها خلاص لازم نروح ونحكي لمحمد خفاجة. ولما راحوا لمحمد خفاجة وأنيسة كانت بتحكي اللي حصل وهي بتعيط، فقالت كلمة لمحمد خفاجة، قالت له واشمعنى انت يعني ما عملتش كده مع عديلة، واشمعنى انت ما خدتش الفلوس اللي معاها؟ رد خفاجة وقال لها انا عمري ما كنت زي عبد الرازق ولا هكون زيه، ده واحد أجري وبيشتغل باليومية، لكن انا ابن ناس ومبسوط. أنيسة في الوقت ده اتصدمت، كانت فاكرة عبد الرازق معلم، رايحين في الجاية يقولوا له المعلم عبد الرازق راح، المعلم عبد الرازق جه، وهو كان مفهمها كده، ما كانتش تعرف ان هو أجري. محمد خفاجة طبعا لانه كان حاسس بالمسؤولية دايما زي ما قلت لكم ناحية أنيسة وعديلة، فاضطر ان هو يتدخل وراح اتكلم مع عبد الرازق. وهنا عبد الرازق اتعصب جدا وشتم على أنيسة. نيجي بقى اليوم 30 يونيو سنة 1920، عديلة راحت المستشفى علشان تعمل العملية اللي الدكتور قال إنها لازم تعملها، وأنيسة طبعا كانت معاها، كانت ملازماها في المستشفى وفضلت جنبها طول اليوم ومشيت على أساس إنها هترجع لها تاني يوم. أنيسة وهي ماشية
فعديلة قلعت كردانها الدهب وادته لها علشان تخليه معاها، واديتها 2 جنيه علشان تصرف منهم على ولاد عديلة. وتاني يوم ظهرت أنيسة وكان معاها بنتها هانم، وكانت لابسة بلوزة زرقاء قطيفة وجيبة حمراء، ولابسة 7 غوايش دهب وإسورتين وخلخال، ولابسة في ودنها حلق على شكل وردة. والحلق كمان ما كانش بتاعها، دي كانت مستلفاه من مرات عمها بعد ما عبد الرازق خد الحلق بتاعها. وراحت عدت على مرات عمها وسابت عندها هانم، وقالت لها لاني هكون طول اليوم في المستشفى مع صاحبتي عديله. لان هانم كانت طول اليوم بتعيط وعايزه مامتها، ومامتها اتاخرت، فمرات عمها ودتها عند اخت انيسه اسمها نميسه. طيب انيسه اتاخرت والصبح جه وانيسه لسه ما جاتش، فراحت اختها سالت عندها تاني عند مرات عمها، فمرات عمها قالت لها لا ما جاتليش. فراحوا عند عديله المستشفى علشان يسالوا على انيسه، فعديله قالت لهم هي انيسه باتت بره. وعدى اليوم وانيسه برضه ما ظهرتش. عديله كل ده قلقانه ومتوتره وخايفه ومش عارفه يكون حصل ايه لانيسه. واول حاجه عملتها عديله بعد ما خرجت من المستشفى بعد 3 ايام، راحت عند اخت انيسه علشان تفكر معاها او تسال ايه اللي حصل. مين بقى اللي كان بيستجوبها؟ جوز اخت انيسه. فضل يستجوب في عديله ويقول لها هتكون راحت فين، واكيد انت عارفه، واكيد عارفه بتروح فين. فعديله شخطت فيه وقالت له انا مش غفيره عليها. وراحت عديلة عند ريا علشان تسألها، وقبل ما تسأل كانت ريا بتقول لها أنا مش عارفة أنيسة ما جاتش ليه، ده أنا كنت دابحة وزة علشان لما تجيلي أنتي وهي ناكلها سوا، لكن استنيتكم وما جيتوش. كانت متوترة وخايفة على أنيسة، لكن تفكيرها ما جابهاش إن ممكن تكون أنيسة اتقتلت. فعديلة ردت قالت لها أنا عندي شهود إن بنتك بديعة راحت تنده لأنيسة، ومن وقتها أنيسة ما ظهرتش. فردت ريا عليها بتهديد وقالت لها اللي يجي ناحيتنا هنا نجرسوه ونلفوه بملاية. فبدأت عديلة تستعطفها يمكن تقول حاجة، أو يمكن كمان تكون عارفة إنها هربت مع عبد الرازق. في الوقت ده دخل حسب الله وعبد الرازق، ولما عديلة سألتهم كل واحد فيهم أنكر إن هو شافها. أما اللي حصل فعلا في اليوم ده إن ريا قالت لأنيسة إن عبد الرازق مستنيكي علشان يردلك حاجتك ويعتذرلك. تعالي نروح نشوفه عايز إيه، وبعد كده أنا هروح معاكي نزور عديلة سوا. في الوقت ده كان موجود مع عبد الرازق حسب الله وعرابي، وطبعا التلاتة قتلوا أنيسة. واتدفنت أنيسة تحت الصندرة في أوضة ريا، واتباع دهب أنيسة ب20 جنيه، واحتفظوا بحق سكينة اللي أصلا معرفتش أي حاجة من اللي حصل. وبعد ما انتهت حكاية أنيسة هتبدأ أحداث جديدة للعصابة، بس في مكان جديد، المكان اللي عايشة فيه سكينة دلوقتي بعد ما اتطلقت من عبد العال، في حارة ماكورس في بيت الجمال. بيت الجمال اللي أجرته سكينة كان ساكن فيه ناس كتير قبلها وسابوه. وبعد موت الضحية التاسعة أنيسة رضوان هتبدأ أحداث جديدة في يوليو سنة 1920، وهتبدأ قصة الضحية الجديدة سليمة إبراهيم الفقي أو أم فرحات، الست الكبيرة اللي عندها 60 سنة. لو لسه حابين تتابعوا معايا اكتبولي في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا فولو ولايك للفيديو. وبس كده، السلام عليكم.